حياكم الله طالباتنا طلابنا. قبل البدء خلي المقطع لايك حتى يوصل كل اخوانكم الطلبة، واشتركوا وفعل زر الجرس حتى توصلك جميع الاخبار. ضروري تشترك حتى يوصلك الخبر اول باول عند نشره من قناتنا. ويلا نبلش بالاخبار. وزارة التربية سنقوم بالتنويه عن موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي قبل نشرها. هذا ما أعلنت وزارة التربية اليوم عن تساؤلات الكثير من الطلبة والقنوات عن موعد إعلان نتائج سادس إعدادي، وأكثر القنوات على التليجرام من ضمنها قناة نيمار بن الأنبار وبن باب نشروا إنه على الأغلب راح يكون الاثنين أو الثلاثاء، لكن وزارة التربية تكذب هاي الأخبار وتأكد إن الموعد يعلن من وزارة التربية قبل النشر، يعني ما راح يصير نشر نتائجكم بشكل مفاجئ. اطمنوا. الخبر الثاني، أعلنت وزارة التربية أن المنحة المالية للطلاب ستنطلق من العام القادم، يعني بداية العام الدراسي راح تنطلق منحة لطلبة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة. وآخر خبر أن التليجرام انغلق بسبب تسريبات الأسئلة اللي تصير، وبسبب أكو بعض جامعة إرهابية تسوي قنوات، فما أتوقع راح يرجع التليجرام وراح ينغلق نهائيا. هذا ما لدينا، تحياتنا لكم.